ودعوني بهذه المناسبة يعني أروي لكم قصة عجيبة جدا وفيها فائدة عظيمة للمسلم في هذا الباب، باب الدعاء على الولد والدعاء للولد كلها. هذه القصة يعني تتعلق بأحد الأشخاص من إحدى الدول، جاء معتمرا وعند الكعبة فعل السنة والمأثور وجاء إلى الملتزم وكان يدعو، وأحد الجنود الذين هم مكلفين بالوقوف عند الحجر الأسود وفقه الله وجزاه خيرا وبارك في صنيعه، كان صنيعه من أعجب الصنيع. يقول كان في بداية عمله في ذاك المكان، يقول فكنت أسمع صوت بكاء شديد، يقول شدني البكاء، فأخذت أسمع ماذا يدعو هذا الرجل. فكان يقول ذاك الرجل في دعائه: يا رب الناس عندهم أولاد، هكذا يقول: يا رب الناس عندهم أولاد وأنا ما عندي ولد، أعطني ولدا. ويردد هذه الجملة ويبكي بحرارة. يقول: أنا في بداية عملي والصوت يعني حفظته إذني. يقول: سبحان الله، بعد 18 سنة أو 20 سنة وأنا في نفس المكان، وإذا بالصوت نفسه في الملتزم، وتذكرت الشخص ونظرت وإذا الوجه هو الوجه، وإذا يدعو بتلك الحرارة وبذاك البكاء، واستمع إليه ماذا يدعو، وإذا به يقول: يا رب أهلك هذا الولد، ويلح على الله ويبكي عند الملتزم أن يهلك الولد. يقول: فنزلت من مكاني وطلبت من زميل يقف في مكاني، وأخذته من الملتزم وأخرجته خارج الملتزم، وقلت له: كان موفقا جزاه الله خيرا. يقول: فقلت له: ألست أنت الذي قبل 18 سنة كنت في هذا المكان تدعو الله أن يعطيك الولد؟ قال: نعم. قال: أنت في هذا المكان ظلمت ولدك مرتين. المرة الأولى أنا كنت أستمعك وأحفظ دعائك، كنت تقول: أعطني ولدا، ما قلت صالحا، كنت تقول: أعطني ولدا وتكررها، ما قلت صالحا، ما قلت ربي هب لي من الصالحين، ما قلت أعطني صالحا. والآن جئت في نفس المكان تدعو عليه، فلا أحسنت له في الأولى ولا في الآخرة. ارجع إلى المكان وادعو الله أن يهديه، وابكي نفس البكاء وادعو الله أن يهديه وأن يقبل بقلبه. يقول: وأخذته وأدخلته في الملتزم بعد ما بينت له، وأخذ يبكي ويدعو له بالهداية. يقول: بعدها بسنة جاء ومعه الولد، وجاء وسلم عليه، وقال للولد: احكي له قصتك. فكان ولده يحلف لهذا الجندي وفقه الله، كان يحلف له أن الساعة التي وقف فيها والده في الملتزم يدعو له بالهداية، الساعة نفسها قام وتوضأ وبدأ بالصلاة ورجع للاستقامة. نفس الساعة يحلف له بالله، التي وقف والدي في الملتزم يدعو لي بالهداية، قمت وتوضأت وصليت وصلحت حالي بعد ذلك. وكان يتعاطى مخدرات وآذى والديه أذى عظيما وحصل من الشر عظيم. فينتبه لهذه المسألة، لا يتسرع، لا يتعجل الوالد مجرد ما يغضب من ولده أو يستفزه ولده في بعض التصرفات ثم يدعو عليه أو يتحرى حتى أوقات الإجابة للدعاء على ولده. هذا غلط،
يجب على الوالد أن يرحم ولده. يجب على الوالد أن يرحم ولده. نعم.